الرجل ماشي حزين في الشارع، بعدين قابل واحد مشرد من باب الطيبة، اداله شوية فلوس. فجأة سأل المشرد لو عنده مشاكل. الرجل قال إنه أخيرا لقى بنت حلوة، لكن دلوقتي فقد شغله والبنت عايزة تسيبه. قبل كده وهو ماشي جنب النهر وقع تليفونه في المية واتعطل. المشرد طلب من الرجل إنه يديه فرصة يشوف التليفون. هو حرك إيده فوق التليفون وبعدين رفع التليفون وهزه. فجأة الرجل اكتشف إن التليفون شغال تاني. في اللحظة دي المشرد كان اختفى والتليفون جاله رسالة. تم اكتشاف فازة أثرية في بيت قديم. الرجل اكتشف إن العنوان هو بيته والتاريخ كان بعد يوم واحد، لكن الشخص اللي مع الفازة الأثرية كان حد تاني. بعد كده الرجل جاله رسالة من حبيبته، هو جرى على بيت حبيبته. طلع إن أم حبيبته عليها 300 ألف دولار. حبيبته قالت إنه لو باع البيت عشان يسدد الدين هتتجوزه. بعد ما سمع كده كان الرجل على وشك إنه يوقع العقد. فجأة لاحظ إن الشخص اللي قاعد على الكنبة شكله مألوف، كان نفس الشخص اللي شافه على التليفون قبل كده. فالرجل قال إنه مش هيوقع العقد، وقال لحبيبته إنه هيجمع 300 ألف دولار بنفسه. بعد ما رجع البيت بدأ يبحث ولقي الفازة الأثرية وبيعها ب300 ألف دولار بالظبط. وهو على وشك إنه يدي الفلوس لحبيبته، التليفون بعت رسالة تانية: العملة الرقمية اللي كانت في هبوط هترتفع بكرة. لكن الرجل قرر إنه يساعد عيلة حبيبته ويسدد الدين الأول. فجأة شاف حبيبته وهي بتدخل عربية فاخرة، واحد غني سخر منه وقال له إنه فقير. الاتنين عملوا رهان، لو الرجل قدر يجمع 5 مليون دولار في 3 أيام الغني هيديه كمان 5 مليون دولار. بعد كده جاله رسالة تانية على التليفون: مبنى محلي هينهار فجأة، الشخص المسؤول هيعاني للأسف في الحادث. الرجل قرر إنه ينقذ الناس الأول، راح على الطريق الوحيد اللي يوصل للمبنى وجرى عشان يوقف عربية الشخص المسؤول. الرجل شرح الموقف لكن مفيش حد صدقه. لحسن حظه قدر يكسب شوية وقت. أول ما الشخص المسؤول وصل لموقع البناء المبنى انهار. ساعتها بس فهم إن الرجل كان عايز ينقذه، فطلب من حفيدته تديله 10 مليون دولار كنوع من الشكر. الرجل قرر يستخدم الفلوس في شراء عملة رقمية، وكان عايز الغني وحبيبته السابقة يدفعوا الثمن.